اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات كاس العالم. والنهارده حلقه غير طبيعيه لان احنا قلنا في موسم زي حاجه زي كاس العالم كده بتحصل كل 4 سنين، ما ينفعش انا اعمل حلقات وعلي يعمل حلقات، قلنا لازم نطلع مع بعض ونعمل حاجه سوا. فرحبوا معايا بالبرنس علي. عامل ايه يا معلم؟ اخبارك ايه يا عمور؟ الحمد لله كله تمام. وحشني جدا 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 والله. وانت كمان والله. اخبارك ايه واخبار اليوتيوب معاك ايه والشغل معاك ايه؟ متحمس لكاس العالم؟ كله تمام. انا متحمس جدا، انت مش متخيل. انت بتشجع مين اولا في كاس العالم السنه دي؟ انا بشجع كده دايما الارجنتين. عشان ميسي ولا عموما؟ يعني كده يعني لما اتعلقت بكاس العالم كان اكتر الارجنتين، مفيش فرقه اللي هو شدتني قوي، فكانت ميسي مع برشلونه فشجعت من 2014 2018. بس حتى اللي هو انا بشجعهم وكل حاجه، بس مفيش حاجه اللي هو فرقه معرف لسه ما جاليش منتخب اللي هو انا هموت عليه، فاهم؟ انت بتموت عليه. ايوه فاهم قصدي. انا مش عارف انت تعرف، بس انا مش عارف. شفت الفيديو المعلومه دي. شفته. اوكي نايس. ايطاليا ولا مصر بيلعبوا بالظبط. لا وانا كمان المره دي كمان هيبقى موضوع مختلف قوي بالنسبه لي زي ما بقول لك، لان ايطاليا ومصر مش هيلعبوا. ده اول كاس عالم انا اشوفه يبقى ما فيش واحد من الاثنين، فانا عايز استمتع. يعني انا انت عارف بقى، نفسي البرازيل تكسب، نفسي اشوف النهائي ما بين البرتغال والارجنتين، نهائي القرن وبتاع. بس غير كده لا، مش فارق معايا. انا عايز استمتع، انا عايز انبسط. وحتى ان انت امبارح شفتني كنت في الحفله دي اللي هي بتاعت واحده من حفلات اديداس بتاع كاس العالم. فانا بحاول ايه، عارف، اي حاجه تجيلي كده اروح. انا عايز انبسط وخلاص. بس لكن عشان ما اطولش عليكم يا جماعه، فكره الحلقه بكل بساطه، وهي حلقه هتبقى مستمره على مدار كاس العالم، ان احنا كل دور هنعمل توقعاتنا، والشخص اللي يجيب توقعات اكتر من التاني ينفذ عقاب في التاني. فمثلا احنا النهارده بنتكلم على دور المجموعات. معانا 8 مجموعات، في فرقتين هتتأهل من كل مجموعة. إذا أنت بتتوقع 16 توقع لفرقة هتتأهل لدور 16. طيب تعالى نتخيل بقى إن أنا من ال 16 دول جبت 14 صح، وعلي جاب 13 صح، يبقى أنا كده كسبت، يبقى ننفذ فيه عقاب. صح كده علي؟ متفقين؟ زي الفل. ماشي خلاص. وانا بقى هسيب لكم انتوا تحت في الكومنتس حاجتين. اول حاجه تكتبوا لنا توقعاتكم انتوا عشان برضو تشاركوا معانا. تاني حاجه لو حد عنده فكره اي عقاب يكتب لنا تحت، عشان لما نيجي بقى نصور الحلقه اللي بعد كده نبقى ناخد. ولو خدت اي عقاب منكم ولا حاجه هنبقى طبعا نقول اسم الشخص بعيد عن الفانتسي بس يا جماعه. والنبي عشان بلاش بقى ايه جو كابتن حارس. بالظبط. خلي الناس هتشوفني على طول كده على طول. الناس اصلا فاكره جاي اتكلم على فانتسي، ففي بني ادم عادي يا جماعه غير الفانتسي. طيب وحاجه كمان يا جماعه، ما تنسوش بقى لايكاتكم. حلقه ناريه، فلايكاتكم عشان تستمروا ان شاء الله. سبسكرايب لو لسه ما عملتوش سبسكرايب، وهسيب لكم برده في الديسكربشن وفي اول كومنت الشانل بتاعت علي. روحوا اعملوا سبسكرايب لو لسه ما عملتوش سبسكرايب. ويلا بينا. انا حاطط المجاميع قدامي وسخن على طول. نخش المجموعه الاولى خلاص. يلا بينا. بس انا عايز اقول لك على حاجه علي، عايزك تتوقع حاجه قبل ما ندخل عشان نشوف برده ايه هو، يعني عنده سنس توقع ولا لا. انا دلوقتي لابس تيشيرت منتخب، انت ما شفتوش لان احنا بنصور يعني بالموبايل بس. ايوه. انا لابس دلوقتي تيشيرت منتخب. تقدر تخمن؟ عندك عندك 3 بس. انا عارف عشان شفت الستوري. لا طب مش ده. انا بص شفت انا بساعدك ازاي. مش ده. حلو. ده سايب. خلاص. طيب عندك 3 اختيارات. اوكي. منتخب معروف. منتخب يعني كبير. اوكي. نروح مع برازيل. مش حاسس لا مش البرازيل. اوكي. برتغال. لا اخر جس. انجلترا. لا المانيا. حلو كده. يبقى انا كده تفائلت يا جماعه. انا كده تفائلت. ناوي تشجع المانيا ولا ايه؟ لا انا بس بحب تيشيرتات المانيا طول عمري اوكي. نبدا بقى زي ما انت بتقول باول مجموعه. طبعا بيبقى عاده فيها المستضيف لكاس العالم. واعتقد علي انت يعني شايف جمال كاس العالم السنه دي شكله عامل ازاي بصراحه. ما شاء الله. انا بعيط بس انا كل يوم بخش اشوف تذاكر الطيران عامله زي، بعيط مش قادر. انا شكلي كده يا جماعه والله. لو في اي سبونسر يحب يسفرنا انا وعلي يعني يسفرنا والله، ده احنا مش هنقول لا، نعمل لكم احلى شغل من هناك. هنتشقلب بص كونتنت كل يوم. عارف حتى لو يوم تودونا يوم ونرجع. والله مش عايز اوتيل يعني، وديني ماتش ورجعني. بس هي الاجواء شكلها جامده قوي يا عمر الصراحه. ويعني انا يعني اتمنى بالاجواء دي كلها يعني ان قطر تتاهل للدور 16. يعني انا عارف الموضوع صعب شويه، وهولندا كده بالنسبه لي هي الاول. بس عندي حته بس هي صغيره، ايه ان السنغال لا وكمان خلي بالك حاجه، ايه لو السنغال ماني فعلا ما لعبش، عندي احساس ممكن يحصل حاجه شبه اللي حصلت مع صلاح ومصر، اللي هو الفريق اتاثر كله ولما راح روسيا كل الكلام ده. وفعلا السنغال من غير ماني هيتاثروا جامد جدا. انا عارف الناس كتير تقول لك انها عاطفه، بس انا ممكن عادي احط لك توقع
توقع ان قطر تخش تاني بعد هولندا، وهي اكتر عاطفه في المجموعه الاولى يعني. هو بيني وبينك يعني هي محدش يكره ان العاطفه تبقى موجوده ونقول ان قطر يا رب تتاهل، وهي فعلا يا رب تتاهل. وانا شايف ان انا متفق معاك في حته ان انا بالنسبه لي اهم حاجه لو قطر في افتتاح كاس العالم قدرت ان هي تكسب الاكوادور، لان ده اسهل ماتش في المجموعه بالنسبه لها. لو قدرت تكسبهم انت كده فعلا بتحط اسمك ان انت قادر ان انت تتاهل للدور اللي جاي، خصوصا ان هولندا بقى والسنغال بيلعبوا سهل يعني. بالظبط، دي مش ان اول ماتش الاكوادور بالظبط. وفاكر حتى انت السنه اللي فاتت كان الافتتاح كان روسيا والسعوديه، واللي ساعد روسيا ان هي بعد كده تتاهل هي فكره ان انت بتفوز في مباراه الافتتاح على السعوديه، وكان ساعتها سكور كبير فادت ثقه للفريق بعد كده. فانا شايف ان قطر عندها فرصه حلوه جدا، ولكن بصراحه لو هنمشي بالتوقعات انا شايف لا ان هي هتبقى هولندا والسنغال اول اوكي زي الفل. وانت خلاص ولا عايز تغير؟ لا هولندا وقطر، خلينا في هولندا وقطر. خلاص ماشي تمام. المجموعه الثانيه حرب العالميه الثالثه. والله بجد حاجه غير طبيعيه. عندك انجلترا، عندك ايران. طبعا الناس اللي متعرفش ايران بيدربهم كروش اللي هو كان المدرب بتاعنا احنا. امريكا وويلز. شايف ان في امل لويلز؟ والله انا المركز الثاني مش عارف، المركز الثاني صعب قوي بجد يعني. الثلاث يعني انجلترا اول بسهوله؟ انجلترا اول بسهوله يعني. حتى لو عملوا ايه هيكسبوا 1-0 وهيتاهلوا يعني. من وجهه نظري شايف ان هم يتاهلوا اول. اما المركز الثاني ايران مع كيروش، انا عارف الراجل ده هيقفل ازاي، وفعلا ممكن يعمل ماتشات رخمه قدام الفرقتين. امريكا عندها فريق يعني ما راحش من سنين، فريق الشاب بتاع امريكا، وعندهم لعيبه كتيره السنه دي بتلعب في اوروبا وكل الكلام ده. ويلز جايين من جاريث بيل، هو حرفيا مستني كاس العالم، غير كده كان اعتزل الكوره من زمان. وعندهم لعيبه، عندهم كابتن العظيم دانيال وورد هريدي حراسه المرمى بتاع ليستر سيتي. ففي عاطفه برضه في قلبي ان اودي دانيال هريدي اوديه دور 16. فالموضوع صعب شويه. قول لي انت الاول بعد كده اختار بعديك. طيب ماشي. بص يا سيدي، انا بالنسبه لي انا اللي فيكم يعرف يا جماعه ان هو كيروش ده كان بيدرب ايران في كاس العالم اللي فات في 2018 برضو. واللي حصل ساعتها ان هم لو تفتكروا وقعوا مع المغرب وقعوا مع اسبانيا والبرتغال، وطبعا اسبانيا والبرتغال هم اللي في الاخر اتاهلوا، ولكن عملوا دور مجموعات قوي جدا هم والمغرب يعني الاثنين كانوا يستحقوا يتاهلوا على اسبانيا والبرتغال كمان، فاهم؟ فانا شفتهم فرقه كويسه، وشفت ان هو انا بصراحه من الناس اللي كنت مش عايز كروش يمشي من مصر، فانا متعاطف معاه، وانا بقول ان ايران تتاهل تاني وانجلترا تتاهل اول بصراحه. انا صراحه ماشي اكتر ان امريكا تتاهل تاني. حلو الاختلاف كده، حلو عشان ما تبقاش التوقعات كلها زي بعض. طيب يعني انت بتقول انجلترا اول امريكا تاني؟ انا فاهم مش عارف اتوقع مين، بس هروح مع امريكا عشان حاسس ان عندهم لعيبه كويسه يعني، فهروح مع امريكا. طيب ماشي، يبقى انت كده عندك انا اسف يا دانيال وعندك امريكا. ماشي يا سيدي. طيب مين بالنسبه لك ثالث ورابع، ايران ولا ويلز؟ يعني مين تتوقع يطلع رابع حصاله خالص؟ حاسس ايران ثالث، عشان ايران هتلم نقط يعني بطريقه رخمه، وويلز رابع تعادل وحاجات كده. اوكي ماشي، انا زيك برضو. انا لو ايران بس احنا بناخد اول اثنين بس عامه احنا واخدين اول اثنين اللي يهمنا اول وثاني. فكده انت انجلترا وامريكا، وانا انجلترا وايران. ماشي زي بالظبط. جروب سي عندك الارجنتين، السعوديه، المكسيك، هولندا. مجموعه صعبه، مجموعه مش سهله. ايه رايك؟ ايه ارجنتينا اول ما فيهاش. انا مشكلتي مع السعوديه هي نفس الحته اللي احنا اتكلمنا عليها في قطر، ان اول ماتش صعب. لا اول ماتش صعب، هي دي المشكله اللي احنا اتكلمنا اكتر عندهم. اول ماتش العكس بالظبط. فهي دي المشكله مع السعوديه يعني. لو خسروا كمان سكور الموضوع هيبقى سيء جدا. فاهم حاجه الماتش ده ما يخسروش سكور، فاهمني؟ اللي هو شفت ناس عماله يتكلموا نتعادل مع الارجنتين، نكسب مكسيك، ماتش بولندا مضمون، كل الكلام ده. بص احنا خدنا خبره فيه ده. احنا خبره. بس خلي بالك برضو المدرب بتاع السعوديه مدرب جامد جدا، اللي هو كان بيدرب تقريبا من زمان حاجه زي كده. فالراجل ده عنده خبره تقيله. فلو الراجل فعلا عرف يمسك الفريق بعد الماتش بتاع الارجنتين وعمل ماتش جامد هناك، ما احنا الماتش بتاع الاوروجواي يعني ادانا ثقه كبيره جدا ان احنا عملنا ماتش حلو. فادانا احنا كجماهير ادانا ثقه كبيره جدا نخش الماتش اللي بعديه قدام روسيا. عندك امل، سيبك بقى من اللي حصل قدام روسيا ومش عارف ايه، وصراحه كان بيلعب باصابه. بس انا شايف ان السعوديه لو اول ماتش عملوا حاجه ممكن. بولندا بالنسبه لي من الفرق اللي فعلا مش بقتنع بيها كمنتخبات، سواء في اليورو او كاس العالم. عندهم ليفاندوسكي كل حاجه، بس عمري ما اقتنعت ببولندا كفرقه. فعشان كده انا شايف
قريبه جدا على فكره من المجموعه اللي قبليها، سواء ايران وويلز وامريكا، حاسس انها قريبه قوي، فمش قادر اخد قرار، بس هروح مع بولندا للاسف يعني، بس انا شايف انها قريبه جدا يعني. طب شايف في المكسيك صعب قوي ان تعمل حاجه؟ والله لا انا شايف الثلاثه قريبين من بعض يا عمر، انا شايف الثلاثه 50. الثلاثه المكسيك حتى في فرقه يعني مستواها نزل جدا في الفتره الاخيره. يعني المكسيك لو كنا بنتكلم تقريبا 2014 2010 كانوا عملوا كاس عالم جامد جدا. 2014 لو كنا جايبين من المكسيك بتاع الفتره دي كنت اقول لك تاني على طول مستواك. فاكر كانوا تقريبا طلعوا هولندا، طلعوهم بطريقه صعبه جدا. ولو تفتكر كمان في 2018 طلعوا المانيا من دور المجموعات وهم اللي كسبوها، ولوزانو. وفاكر الفرقه دي؟ لا فرقه تقيله طبعا، فرقه تقيله جدا. بس السنه دي انت المكسيك حتى كانت تاهلوا عشان ما فيش اي حد بيتاهل هناك في حته امريكا دي، فالموضوع كان سهل جدا. وحتى كان عندي صديق مكسيكي كده كان يقعد يقول لي انا عيد ميلادي 18 ديسمبر، فلو فعلا كاس العالم الفاينل هيكون المكسيك فيه، انا بص هرمي كل حياتي واروح هناك. بس قال لي انا اصلا مش متوقع ان احنا نروح بعد دور المجموعات عشان الفرقه مستواها نزل جدا الفتره الاخيره يعني، فاروح مع بولندا السعوديه المكسيك يعني. انا عايز اقول لك انا معلوماتي كلها عن المنتخب المكسيكي بتيجي من كاسترو. عارف كاسترو بتاع فيفا؟ انا بحبه جدا، بتفرج. هو ستريمر يعني، ستريمر ويوتيوبر كده فيفا، بس من اكبر الناس في العالم يعني. وهو اصله مكسيكي يعني، هو عايش في امريكا بس هو اصله مكسيكي. فانا بحبه جدا وبتفرج عليه. بس هو كل كلامه على المنتخب المكسيكي ان هو وحش قوي السنه دي ومش بنفس قوه 2018 خالص. فانا يعني هحاول ان انا استفيد من اراء اخرى واقول المكسيك رابع اخر واحد. تمام. الاول الارجنتين. الاول والارجنتين، الثاني والثالث. انا في المجموعه دي همشي بالعاطف، انا هقول السعوديه احساسي. حلو. انت حلو. بقى؟ خلاص احنا كده خلاص قلنا بقى بولندا. خلاص يبقى انت ارجنتين وبولندا وانا ارجنتين والسعوديه. يعني احنا حتى الان احنا الاثنين متفقين على كل الاوائل يعني، بس هي الثانيه هي اللي بتعمل. ما فيهاش ما فيهاش عمر يعني، موضوع مش صعب. حتى اللي جاي هنتفق يعني، ما اعرفش اللي جاي ممكن يكون فيها كلام. خش على اللي جاي. طيب فرنسا، استراليا، دنمارك، تونس، المجموعه الرابعه. هل عندك احساس يا عمر فرنسا كل الكلام اللي بيتقال ان هيحصل نفس اللي حصل مع المانيا واللي حصل في ايطاليا وكل الحاجات دي، ولا واسبانيا ولا بص هقول لك على حاجه. انا مش مستغرب يعني، انا مش هستغرب لو حصلت، لان هي حصلت زي ما انت بتقول مع ايطاليا وحصلت مع فرنسا قبل كده في 2002 وحصلت مع كله ما عدا البرازيل. يعني البرازيل الوحيده اللي ما حصلتش فيها الكلام ده. فانا مش هستغرب، ولكن انا مش عارف مين الفرقه اللي ممكن تطلع فرنسا. يعني انا ببص على المجموعه كده مش عارف، مش حاسس ان استراليا ولا تونس ولا الدنمارك. فانت عارف لو كان اول ماتش الدنمارك كنت اقول لك ماشي، بس اول ماتش استراليا لو ما كسبوش فعلا انتوا جايين تعملوا ايه؟ معلش يعني. بص انا شايف ممكن تبقى المفاجاه ان فرنسا تتاهل تاني، ده لو قلنا ان هي احسن مفاجاه. لكن هي تطلع ثالث ولا رابع انا شايف ان هي بصراحه شبه مستحيل. وكمان خصوصا ان انت لما تيجي تفكر فيها هو غالبا هم هيلعبوا الاول او الثاني المجموعه الثالثه لو تأهلوا دور 16، فممكن يقعوا مع الارجنتين ويخرجوا بدري، او ممكن يا سيدي ساعتها يلعبوا السعوديه او يلعبوا بولندا او يلعبوا المكسيك ايا كان مين هيتأهل تاني ويحصل مفاجاه. ولكن من المجموعه نفسها يطلعوا ثالث او رابع انا شايف ان هي صعبه. فانا هقول بصراحه في المجموعه دي انا هقول فرنسا اول. والتاني هقول الدنمارك. همشي في الاكسبكتد يعني، مش هاخد مفاجآت المجموعه دي. انا سيم ولو طبعا هبقى فرحان جدا مع تونس يعني طبعا. انا سيم تونس مجموعه صعبه، بس يعني الدنمارك فكره ان كل الناس حاطه عينيها عليها دلوقتي، فالموضوع ده مش عاجبني قوي الصراحه. الدنمارك فرقه كويسه كل حاجه، بس في نفس الوقت طول ما انت اندر دوج، طول ما انت بيبقى ليك الادفانتج ان محدش بيحط عليك كلام. انت لو تخش الكلام باي حد هيقول لك الحصان الاسود الدنمارك، الحصان الاسود الدنمارك. فده ممكن يكون حته حلوه لتونس لو تعادلوا الماتش ده. هو لو انت تعادلت الماتش بتاع الدنمارك وكسبت استراليا انت تروح الدور الثاني، ممكن يكون عندك فلوس كبيره جدا. فدي حته بس انا برضو خلي بالك انا في حته بستغربها شويه، وهي يعني هو انت لو قادر تتوقع مين الحصان الاسود اذا هو ما بقاش حصان اسود. هي فكره الحصان الاسود ان انت ما تكونش حد بينطلق في كاس العالم انت ما كنتش متوقعه، زي مثلا في 2014 لو تفتكر كوستاريكا، او في 2018 كان المكسيك، كرواتيا عارف اللي هو او كرواتيا مثلا برضو. طبعا كرواتيا وصلت النهائي ده ما كانش متوقع خالص. بس ف السنه دي لو كل عمال يقول دنمارك هيبقى حصان اسود وطلع وعمل بطوله كويسه، اذا هو ما بقاش حصان اسود خلاص، لان كله كان متوقع. حسب هيوصل فين. انا منتظر يعني حاجه لو وصل سيمي فاينل او فاينل يبقى حصان اسود، بس لو وصل كوارتر فاينل او دور 16 فموضوع عادي يعني. عادي يعني قشطه يعني فاهم. اوكي طيب احنا في اول مجموعه نتفق فيها اول وثاني. مظبوط. ندخل على المجموعه الخامسه. دي صعبه بقى.
اسبانيا، يعني كوستاريكا، المانيا، اليابان. اول وتاني سهله، خلينا منطقيين. لا بس انا عايز تعالى عشان فور ذا فان اوف ذا جيم، يعني نتوقع مين اول ومين تاني. لا ما انا عارف، لا طبعا نتوقع مين اول وتاني، بس انا قصدي المركزين سهلين ان احنا عارفين هم مين دلوقتي. المفروض ولو ان انا خايف من اليابان. يعني لا انا برضو، بس انا بقى بالنسبه لي انا عندي احساس لا اسبانيا اول يعني على المانيا. اسبانيا اول. اوكي. طيب تفتكر المشاكل اللي عماله تحصل حوالين لويس انريكي والمجموعه اللي هو اخدها، وفكره ان هو ما خدش مثلا تياجو بتاع ليفربول ولكن اخد بوسكيتس، وحصل شويه كلام كده على لويس انريكي والقائمه بتاعته يعني، وحوارات تانية كتير ان هو قال لك لو بيكي ما كانش اعتزل كنت هاخد بيكي والكلام ده. لا بالنسبه لي الراجل ده اكتر راجل يعني فعلا انا حاسه هو كتير على منتخب اصلا. هو راجل فعلا، انا بشجع برشلونه ويمكن المنتخب التاني هيكون مايل لي بعد ارجنتينا واسبانيا بحكم برضو في لعيبه كتير من برشلونه وكده، بس اكتر مدرب فعلا تحسه لا هو ستايله انت يا عم يعني خساره تكون في منتخب. بالنسبه له لويس انريكي الراجل بيشتغل، رفض كل العروض من مانشستر يونايتد وفي عروض كتير جدا جات له، قال لك لا انا بركز مع الفريق، خلصت اليورو هخلص معاهم كاس العالم بعد كده نشوف. هو جاي له كذا عرض عمر في خلال الصيف اللي فات، ومدربين كتير جدا عمالين يطردوا من النوادي بتاعتهم والراجل مكمل، فكل الحاجات دي وهو معاه نفس التيم بتاعه، عشان كده هو الراجل ما غيرش في الفلسفه بتاعته. مركز. حته سيرجيو راموس، ما سيرجيو راموس هو مش واخد على فكره غير بوسكيتس فوق السن، وبوسكيتس بالنسبه له هو قالها انا عايز بوسكيتس يكون معايا في 2026، وهو بالنسبه له اهم العناصر. انت خلينا صراحه مع بعض، انت تشوف بوسكيتس بيلعب ازاي مع اسبانيا، بيلعب بطريقه مختلفه تماما. الراجل فعلا من اهم اللعيبه، سيبك بقى من بوسكيتس برشلونه وكل الكلام ده، لا هو بالنسبه له عارف يوظفه بطريقه هو يستفيد منه اكتر استفاده. وعملوا يورو قوي جدا وطلعوا بضربات جزاء جدا لا طلعوا بضربات جزاء، والفرقه بالعكس تحسها اكتر دلوقتي اكتملت كمان. بقى عندك اللي هو انت الفكره عندك مهاجم واثنين وثلاثه، عندك لعيبه بدل ما هي كانت شابه في اليورو، لا اللعيبه دي لعبت كذا سنه. اصل تاخد بالك كل فرقه اسبانيا 26 سنه وتحت، فهي دي بس الحته العنصر اللي ممكن يكون سلبي شويه، بس في نفس الوقت عندك لعيبه تقيله زي بوسكيتس ممكن بحيث انها خبره، الراجل اللعيب الوحيد اللي كان موجود من فرقه اسبانيا 2010، فده برضه هيفرق جدا مع الفريق. بالنسبه لي الصراحه انا احطهم الاول، وممكن احطهم كمان ان هم يروحوا بعيد يعني في كاس العالم. اوكي بص، احنا في دي برضو متفقين. حته طبعا اسبانيا والمانيا دي انا بقول ان هو الموضوع مش هيبقى سهل قوي ليهم هما الاثنين، واليابان ممكن ترخم شويه، ولكن في الاخر احنا الاثنين هيتاهلوا. لو هختار مين اول ومين تاني، انا بصراحه مايل اكتر ان المانيا تبقى هي الاول واسبانيا تبقى هي الثاني. يعني انا مقتنع بكل اللي انت بتقوله ده، ولكن برضو انا في حاجه كده بالنسبه لي اللي هو الايجو بتاع الالمان مش هيخليهم ان هم يطلعوا من دور المجموعات في كاس العالم ويطلعوا بشكل وحش قوي في اليورو، وبرضو يطلعوا تاني بقى ويبقى الاداء مش قوي قوي في كاس العالم ده. بالنسبه لي انا هتبقى مفاجاه لو ده حصل، فحاسس ان هم هيعملوا ستيتمنت قويه جدا في كاس العالم ده. فانا هقول لا ان هم هيطلعوا اول، وبعد كده بقى حسب القرعه بتودي كل واحد فين وكده يبقى نتكلم بعد كده. لكن في المجموعه دي ناخدها برضو كبوينتس، اللي هو لو الاول ظبطت او الثاني ظبطت، اللي هو عشان معروفه الاول والثاني. اوكي فاهم. اوكي قشطه. طب تعالى ناخدها كده عشان برضو يبقى فيها امل. وانا بقول لك معروفه دي، حاسس بخازوق لابس يعني بطريقه مش طبيعيه. في ميمز بتتعمل دلوقتي. بالظبط. خش على المجموعه اف. طيب المجموعه اف، المجموعه دي لو قلنا ان بلجيكا اتاهلت اول او اتاهلت تاني ايا كان، هتلاعب في الدور اللي بعديه على طول في دور 16 اسبانيا والمانيا. فانت ايوه صح، فاهم يعني جامد عندنا دور 16 جامد الاول اصلا. بالظبط. فطيب انا هسيبك انت تتكلم الاول عشان انا ما اعرفش شفت الحلقه بتاعتي، ولكن انا كان عندي هبده غير طبيعيه في المجموعه دي، فهسيبك انت تقول واقول لك انا قلت ايه. قبل ما اتكلم معاك في المجموعه، شفت الاعلام بتاع المنتخب البلجيكي بتاع مع الملك؟ جامد قوي. اي جامد جدا. لا دي حاجه بس كنت عايز اتكلم عليها. لا لو ما شفتوش يا جماعه روحوا اتفرجوا عليه، جامد قوي يعني. وهو بيجيب الملك راح يشارك في التدريبات وكده. بس انا بالنسبه لي بلجيكا تتاهل اول الصراحه، اكون في السيف سايد، وهروح مع المغرب تتاهل تاني. انا مستني ماتش بلجيكا والمغرب ده، بص فارغ الصبر. هو الديربي بطريقه مش طبيعيه اصلا يعني. انا عايش في بلجيكا بتاع، فانت لو تروح تشوف في كميه مغاربه في بلجيكا، انا عايش في يا راجل هتفرج. لا كميه مغاربه احنا بنتكلم. حتى بص في المنتخب ناصر شادلي، في لعيبه كتير قوي. لو تفكر فيها هتلاقي اصلهم مغربي في المنتخب البلجيكي، فهو ده ديربي بالنسبه لهم تقيل قوي. فانا مستني. طيب شايف كرواتيا وقعت؟ مش حكايه وقعت، بس المنتخب كبر قوي عمر عن 2018. بالنسبه لي 2018 كان البيك،
وكل اللعيبه سنها تقيل، يعني بتتكلم بروزوفيتش وبريزيتش ومودريتش ومانزوكيتش، مش عارف اصلا مانزوكيتش مش موجود اصلا، راكيتيتش، كل اللعيبه دي كبرت موضوع كبير قوي بالنسبه لي، وحاسس ان هم وصلوا حاجه طبعا اوفر بيرفورم تماما من 2018. فبالنسبه لي كندا الصراحه بالعكس، ده انا لو هقول لك حاجه انا اكون شايف ان كندا ممكن تاني، بس حاسس ان هتعاطفها المغرب التاني، بس كندا بالنسبه لي منتخب جاهز اكتر من كرواتيا. طب اقول لك بقى على الهبده بتاعتي. انا كنت نزلت كده اللي هو البراكت تشالنج بتاع الفيفا ده، اللعبه اللي انت بتتوقع فيها المجموعات وتمشي دور 16 وكل ده. فانا لما جيت عملت البريدكشنز بتاعتي حطيت كندا اول. اوكي انا شايف لو انا هتوقع، انا شايف ان ده حصان الاسود السنه دي كندا. اوكي. لكن في ناس بتتكلم ان الفونسو ديفيز ممكن ما يلعبش. انا دي هتغير قناعات كتيره قوي بالنسبه لي، بس كده خلاص كاس العالم هيبدا ولازم اخد بقى قرار ولازم اقول لكم توقعاتي ايه. فانا همشي باللي انا قلته في الاول من اسبوع تقريبا ولا 10 ايام، ان كندا اول وبلجيكا تاني. بس انا بالنسبه لي كندا كمان عندهم مشاكل هجوميه مش بيجيبوا في كل ماتش. بس انا برضه بحب جوناثان ديفيد قوي اللي هو بتاع ليون. ليون ولا ليل. انا اروح مع المغرب الصراحه، اروح مع المغرب تاني وبلجيكا اول. اوكي يبقى احنا كده مجموعه جي: برازيل، صربيا، سويسرا والكاميرون. والله احنا ممكن نسيبهم كده، انا ممكن اسيبهم كده عادي جدا على فكره. برازيل، صربيا، سويسرا، الكاميرون صباح الفل. هو بصراحه الكاميرون كان حرام ان هي تتاهل بصراحه. شوف فاكر الماتش بتاع الجزائر ده اللي هو احنا كان بعد الماتش بتاعنا اللي هو انا لو اتضايقت امال الجزائري حصل له ايه، ده اللي انا بفكر فيه. ما كانش فيها يعني. احنا رايحين اصلا البينالتيز بالزق كده. بس لا ده كان ماتش كارثي يعني. بس ما علينا. برازيل وصربيا. اوكي. انا بصراحه بقى كداب لو انا قلت ان انا تابعت صربيا وسويسرا. انا شفت الكاميرون شويه طبعا في كاس الامم، شفتها قدام البرازيل، مش حاسس ان هو برده منتخب زي الكاميرون مثلا ايام ايتو ولا اي حاجه، فبرده ما اعتقدش. عارف لو الكاميرون دي من كام سنه الفريق التقيل بتاعك كنت قلت لك يتاهلوا تاني في المجموعه دي بسهوله، ولكن مش شايفهم برده تقال قوي. فانا حاسس المجموعه دي هيبقى صعب قوي التوقع مين فيها تاني. فانا خليني اقول زيك، خليني اقول صربيا. في المهاجم بتاعهم ده اللي العالم كله كان بيتكلم عليه وقال لك لا او في بس كده. امال مين المهاجم اللي كان سلوفيني اللي هو كان مانشستر يونايتد عايزه، كان فابريزيو رومانو بيتكلم عنه، الطويل ده بتاع سالزبورج. مش سربي. ماشي. اخر مجموعه معانا بقى، اخر توقعات. ايوه البرتغال. سلوفيني يا عمر، سيسكو. اوكي. ايوه هو ده اللي بتكلم عنه. ماشي. اخر مجموعه البرتغال والاوروجواي. انت خلاص قررت. طب جنة لا انا بقول لك اخر مجموعه البرتغال والاوروجواي. لا لسه بتكلم عن مجموعه. لا لسه بتكلم عن مجموعه. انا بالنسبه لي الحصان الاسود في كاس العالم الاوروجواي الصراحه. الاوروجواي عندهم فريق حلو قوي، بس هم مشكلتهم ان هم دايما عارف انت زي انجلترا عندهم فريق حلو قوي، انتوا المفروض تكسبوا كاس العالم اصلا يعني. انتوا ايه الفريق ده؟ فاوروجواي لو عرفوا بس يظبطوا الدنيا، لا الفرقه دي احنا بنتكلم يا جماعه. حتى سيبك ان اراوخو مصاب، اراوخو مش هيلعب بنسبه كبيره جدا، بس الفرقه في كل مركز عندهم لعيبه تقيله قوي. فانا بس انا حاسس برضه ان اوروجواي فيها حته كده ان هو ايه يعني يا جماعه. طب ما خلاص بقى يعني، خلاص سواريز كفايه، كافاني كفايه، في لعيبه كده حاسس ان هو كفايه عندهم اللعيبه. ما هي دي الفكره، بس عندهم اللعيبه يعني عندهم الاثنين، عندهم اللعيبه زي سواريز وكافاني، بس عندهم داروين نونيز، عندهم فالفيردي، عندهم لعيبه لا فعلا شباب في كل حته، بحيث ان انت تحس لا الفريق ده اللعيبه دي لسه جعانه، لسه اول مره تخش كاس عالم، محتاجين ان هم يخشوا. انا عايز اثبت نفسي وحاجات زي كده. فانا بالنسبه لي مش هستغرب لو طلعت اول كمان. طيب ماشي. طب وشايف البرتغال في موضوع رونالدو ده؟ انا مش عايز اتطرق لموضوع رونالدو لان هياخد وقت كبير، ولكن شايف التصريحات بتاعت رونالدو ممكن تاثر على المنتخب. شفنا مع كانسيلو، شفنا مع فرنانديز، شفنا ممكن برضو دالو برضو عشان نفس الفرقه، ده ممكن يعمل شويه مشاكل الفرقه. انا بالنسبه لي اكيد هتاثر، بس هتاثر اما بالسلب الايجابي على رونالدو. هو الفكره ان هو خلاص انت يا باشا حطيت على نفسك بريشر ابن لذينه دلوقتي. انت خلاص انت خليت كل الناس تبص عليك كاس العالم. انت مش هتصدق لو رونالدو عمل بلانك، اللي هو مش قصدي بلانك فرانس، بس فعلا عمل بلانك، ما جابش ولا جون ولا اسيست في الماتش بتاع غانا، الناس كلها هتبهدله. لو الفرقه اتعادلت مثلا بجد، هو خلاص كده هيخش في حته صعبه جدا. انت اللي دخلت على نفسك الضغط ده، ضغوطات كتير. فانا بالنسبه لي كمان المشكله ان انا شايفها اقرب انها ممكن ما تظبطش مع البرتغال،
مستوى رونالدو عامل ازاي الفتره الاخيره. عارف لو كان مستواه عادي كنت اقول لك ماشي، بس لا فعلا مستوى رونالدو كان نازل الفتره الاخيره، هو ما كانش جاب حتى المستوى البدني، وانت شايف لسه ما لعبش حتى الماتش في البري سيزون اللي هو بتاع كاس العالم دلوقتي مع منتخب ده نيجيريا، مش هيلعب عشان عيان. فانت صعب قوي تخش بالحاجات دي كلها ومعاهم كمان مدرب، ده بالنسبه لي مصيبه. وقبل اخر كاس عالم، وقبل اخر كاس عالم في حياتك، حاسس ان الموضوع ما كانش ليه اي 30 لازمه. لا يعني. وشفت حاجه الناس بتتكلم عليها عمر كتير قوي دلوقتي، واليوتيوبرز كلها بتتكلم، كل الناس بتتكلم على الارجنتيني وبيتكلموا ميسي ده اخر كاس عالم، كله ناس ان ده رونالدو اخر كاس عالم ليه برضه، فاهم؟ دي حاجه كان ممدوح نصر بيتكلم عليها، وفعلا فمحدش بيتكلم عليها قوي، مديله اهتمام بالناحيه دي. بس هو طبعا انا بالنسبه لي اكبر عيب مش رونالدو، كل الكلام ده المدرب هو خلاص اوت ديتد بطريقه مش طبيعيه مع البرتغال يعني. طيب مين فرقتنا تتاهل؟ البرتغال والاوروجواي، احط البرتغال اول والاوروجواي تاني، بس انا شايف ممكن تتقلب يعني. انا لو عندي قلب بس انا مش قادر، انا ممكن احس ان التصريحات اللي بتحصل دي هتاثر على الفرقه بشكل غير طبيعي، وممكن يطلعوا من دور مجموعات كمان والله. لو انا واثق سنه في غانا او في جنوب كوريا، ساوث كوريا، كنت ممكن اقولها، بس انا بصراحه مش مطمن لهم قوي. فخليني اقول زيك. في فرقه ثانيه بالظبط، لو كان في فرقه ثانيه تقيله، لو احنا كنا بنتكلم مثلا سويسرا وصربيا موجودين، كنت لا ممكن اديك ثقه اكتر يعني. بس انا هقول بقى اوروجواي اول والبرتغال تاني، ماشي؟ اوكي واخدها مني ماشي. اوكي، يبقى احنا كده توقعنا ال 16 فرقه اللي هتتاهل لدور المجموعات، وقلنا انتوا متفقين معانا في ايه، مختلفين معانا في ايه. ولكن قبل ما ننهي الحلقه حابب اسالك يا علي عن فرقتين انت شايف ان هم ممكن يكونوا طرف النهائي. بدل ما اقول لك فرقه واحده تكسب اللقب اقول لك توقع النهائي، لو جبت واحده منهم صح يا سيدي تبقى برنس. برازيل شايفها تروح الفاينل، مع ان يعني شايف ان كل الموجه رايحه عليها، بس لا المنطق بيقول البرازيل تروح الفاينل. الفرقه الثانيه بقى مش قادر، عندي احساس ان هولندا ممكن تروح برضو يعني. هولندا لو عدت من الحته بتاعتها دي وعدت من انجلترا والارجنتين ممكن تروح الفاينل برضو. تمام. انا زي ما بقول لك انا هبقى مبسوط للبرازيل طبعا، لان هم بعد بالنسبه لي ايطاليا، بحب جدا البرازيل وبحب اشوفهم بيتالقوا. هبقى في قمه سعادتي لو شفت ارجنتين وبرتغال نهائي، بس انا اشك في ده تماما. لا ولكن هبقى فرحان لاي واحد فيهم سواء ميسي او رونالدو ان انا اشوفه في طرف من اطراف النهائي. فتعال نقول كده ان انا هبقى مبسوط لو البرازيل والارجنتين وصلوا النهائي مع بعض. مش عارف لو ده ممكن اساسا بالدنيا يعني، لو الاثنين طلعوا اول في مجموعاتهم ممكن يوصلوا النهائي، ولا لازم يلعبوا بعض في السيمي فاينل؟ اعتقد لازم يلعبوا بعض في السيمي فاينل. اظن بس تعالوا نقول اظن انت كنت عملتها وفي الاخر لعبوا بعض في السيمي فاينل حاجه كده. بالظبط بس طيب خلاص بلاش الموضوع ده. انا اقول لك النهائي بالنسبه لي هيبقى البرازيل والمانيا يا سيدي، البرازيل والمانيا. اوكي طيب قول لي بقى لعيب واحد انت شايف ان هو هيتالق جدا، ولعيب هيطلع الهداف. مش نفس الحاجه. اوكي لا اتنين مختلفين. انا شايف الهداف هيكون نيمار، عندي احساس يعني احساس كبير جدا ان نيمار لو عمل حاجه دي اخر وفي كلام هو بيقول ان هو اخر كاس عالم ليه يعني. هو لعيب هيتالق جدا. تعالى كده نبص مش عارف. طب قول لي انت الهداف عقبال ما انا افكر كده. طيب الهداف مشكلة انا عمال دماغي اتحصرت في السترايكرز، فاهم؟ يعني انا يعني السنه اللي فاتت مين طلع الهداف؟ المره اللي فاتت كان كين صح؟ لا ما اعتقدش كين المره دي. صدق صعب قوي. انت عندك امبابي، كين، ميسي، رونالدو، عندك اول ماتش بتاع يعني في كتير. لا انا شايف ان انا حاسس حد من الارجنتين هيتالق جدا. ما انا كنت هقول لك بقى اللي هيتالق غير ميسي يعني. كنت اقول لك دي ماريا اللي هيتالق، او لو طاروا، او يبقى كاس عالم بتاع الفاريز مثلا، حاسس حاجه كده يعني. طيب في حته الهداف انت قلت نيمار، انا اقول حد من الارجنتين، انا اقول ميسي. خليني اقول حاجه تقليديه، خليني اقول ميسي. اوكي. احسن بقى لعيب في كاس العالم من حيث الاداء، سيبك مين هياخدها، لان كده لو الارجنتين كسبت كاس العالم اكيد ميسي هياخدها، لكن انا قصدي يعني من حيث الاداء اللعيب اللي انت منتظر منه حاجه كبيره يعني. انا بالنسبه لي دي ماريا. اوكي نوت باد جس. انت بالنسبه لك دي ماريا. انا منتظر كاس عالم قوي جدا من بص انا في حاجه كده لو ظبطت في دماغي، انا حاسس الفرقه دي زي ما انت قلت هتروح بعيد. هولندا لو فان دايك وديليخت تألقوا جنب بعض، ده هيبقى ثنائي مرعب.
فانا هقول ان انا منتظر حاجه كبيره جدا من فان دايك كاس العالم ده. هقول حاجه غير تقليديه. لا وخلي بالك لو كمان هولندا وصلت بعيد، ديونج بيتألق مع هولندا بطريقه مش طبيعيه بجد، بيكون مع هولندا ونالدو حاجه. بس ونالدو مصاب. لا ونالدو مصاب، بس لا ديونج بجد بيكون حاجه مرعبه مع لويس فان خال في هولندا. فده من اكتر اللعيبه اللي هيتحط عليه السبوت لايت تاني لو هولندا وصلت لبعيد يعني. تمام ماشي خلاص، مش عايزين بقى نطول اكتر من كده عشان الحلقه ما تبقاش طويله قوي. بس كل كاس عالم طيبين يا جماعه. ما تنسوش تعملوا لايك، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، ما تنسوش تروحوا لعلي وتعملوا له سبسكرايب برده زي ما قلت لكم في الديسكربشن وفي اول كومنت. ما تنسوش تقولوا لي تحت في الكومنتس عقابكم المرشح يعني مهما كان مين فينا اللي خسر، وبرده تقولوا لنا بعض التوقعات بتاعتكم لدور المجموعات، برده اللعيبه اللي شايفين ان هو هيتالق، الهداف، كل الكلام ده. فاسيبكم بقى لغايه هنا، وشكرا جدا علي، نورتني، وان شاء الله نتقابل تاني في دور 16 ان شاء الله. سلام حبيبي يا معلم، سلام يا جماعه.